بيصرف 20,000 دولار على حلاقة شعره، وعنده أكتر من 7000 عربية، وبيركب طيارة متغطية دهب، وقصره لوحده تيتوه فيه، وثروته قد ميزانية الدولة. يا ترى مين هو الراجل ده؟ وإيه حكاية الرفاهية اللي مفيش حدود ليها؟ وإزاي قصره اتسجل كأكبر قصر سكني في العالم؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليكم معانا. سلطان بروناي واحد من الأسماء اللي أول ما تسمعها على طول بيجي في بالك كلمة فلوس ومن غير حدود، بس الحقيقة إن اللي هتسمعه دلوقتي مش مجرد فلوس وخلاص، ده مستوى تاني خالص من الحياة يخليك تحس إنك قدام فيلم مش واقع. الراجل ده هو حسن البلقية، حاكم بروناي بقاله سنين طويلة جدا، وواحد من أطول الحكام في العالم اللي قعدوا على العرش. بدأ الحكم وهو عنده 21 سنة ولسه مكمل لحد دلوقتي، وثروته بتقدر بعشرات المليارات. بس السر الحقيقي مش في الشخص بس، السر في البلد نفسها. بروناي رغم انها صغيرة جدا على الخريطة، لكنها واحدة من اغنى دول العالم بسبب النفط والغاز، وده اللي فتح باب ثروة ضخمة جدا خلت السلطان يقدر يعمل كل اللي هنحكي عليه دلوقتي. تخيل معايا واحد عنده حوالي 7000 عربية، ايوه كده زي ما بقولك، مش رقم صغير ولا حتى كبير، ده رقم خرافي. العربيات دي مش عربيات عادية، ده في منها رولز رويس وفيراري وبنتلي ولامبورجيني، وفي عربيات معمولة مخصوص ليه، ومفيش منها نسخة تانية في الدنيا كلها، وفي منها متغطي ذهب ومطعم بالألماس كأنك داخل متحف مش جراج. ولأن الرقم ده مش طبيعي، الراجل دخل موسوعة جينيس كأكبر مالك مجموعة عربيات في العالم كله، حاجة لوحدها كده كفيلة تقولك احنا بنتكلم عن ايه. طب لو فاكر ان العربيات هي القمة، استنى بقى لما تسمع عن القصر بتاعه. قصر اسمه استانا نور الإيمان، أكبر قصر سكني في العالم. القصر فيه حوالي 1700 أوضة و257 حمام و5 حمامات سباحة وقاعات ضخمة بتستوعب آلاف الناس، والقبة بتاعته معمولة من الذهب. تخيل بقى كمية الفخامة، وده على حسب موقع اليوم السابع. القصر لوحده اتكلف أكتر من مليار دولار، يعني رقم ممكن يبني مدينة كاملة. طب نيجي بقى لطيارات. الراجل عنده أسطول طيارات خاصة، من ضمنهم طيارة بوينج 747 متغطية ذهب من جوه ومن بره، ومجهزة بكل حاجة ممكن تتخيلها من رفاهية ووسائل راحة، وسعرها لوحده بيوصل لمئات الملايين، وده على حسب موقع RT عربي. ومن الحاجات اللي الناس كانت بتستغربها جدا انه كان بيصرف حوالي 20,000 دولار على الحلاقة الواحدة، ايوه كده زي ما سمعت. كان بيجيب الحلاق من لندن بطيارة خاصة علشان يحلق له وترجعه تاني، وده يوريك احساس مختلف تماما بالفلوس، وده برضو على حسب موقع صدى البلد. مش بس كده، ده عنده لوحات فنية نادرة جدا تقدر بملايين الدولارات، وحديقة حيوانات خاصة فيها أنواع نادرة جدا من الحيوانات وحاجات مش موجودة غير في أماكن قليلة في العالم، وده على حسب موقع اندبندنت عربية. وفي فترة من الفترات حياته كانت مليانة حفلات أسطورية بتتكلف ملايين الدولارات في الليلة الواحدة ما بين أوروبا وأمريكا وآسيا، حياة كلها بذخ على الآخر. لكن في السنين الأخيرة الراجل ده هدي شوية وبقى بعيد عن الأضواء نسبيا، بس لسه العيلة كلها عايشة نفس المستوى، خصوصا ابنه الأمير اللي دايما بيظهر في مناسبات ضخمة. في النهاية سلطان بروناي مش مجرد حاكم غني، ده حالة مختلفة تماما من الثراء والسلطة، واحد جمع بين الاتنين وخلى حياته مثال لأقصى درجات الرفاهية اللي ممكن الإنسان يوصل لها. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا ايه رأيكم في الفيديو ده.